عرض استثنائي، يا تلحق يا ما تلحق. وفي العرض ده مش عامل لك بقى عرض خميس وجمعه وسبت وحد، لا ده انا عامل لك عرض مستمر لمده 10 ايام. وزي ما قلت لك في العرض اللي فات، اسعار مخفضه. انت دلوقتي عايز جهاز والميزانيه معاك مخرفه ودورت في كل حته وكمان سالت شات جي بي تي، وانا في العرض ده وفرت عليك تدور وتسال وجبت لك افضل اجهزه استيراد ممكن تفكر تشتريها في الفئه المتوسطه. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. عايز جهاز للبرمجة أو الجيمز أو البرامج الهندسية ويكون في فئة متوسطة وعلى قد الإيد، ومش هقول لك 10000 جنيه زي ما الناس بتعمل، لا ده إمكانياته كويسة ويشغل معاك كل حاجة. فركز معايا جدا في العرض ده عشان مش هيتكرر كتير. وزي ما قلنا العرض ده لمده 10 ايام او حتى نفاذ الكميه. وندخل على اول عرض معانا وهو اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن. والجهاز ده جهاز الشعب يا جماعه، لانه بيشغل اغلبيه الالعاب الحديثه لما تضيف له هارد اس اس دي وتضيف له كارت شاشه وتضيف له رامه كمان 8 جيجا، يشغل معاك كل حاجه على 1080 بي. مش بقول لك يشغل معاك على لو كواليتي، لا يشغل معاك على 1080 بي. وهو جهاز اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن، بيكون عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع رقمه 7500، عليه رام 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا، وفي مدخل هاردات ام في مي احدث تقنيه في الهاردات، وفي باور سبلاي 400 واط فعلي، وفي 6 بن. والبروسيسور اللي عليه ده بيكون 4 كور و4 ثريد و6 ميجا كاش. التردد بتاعه بيكون 3 و4 جيجا هرتز، او السبيد بتاعه بيكون 3 و4 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه بيوصل ل 3 و8. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الجهاز داخليا ونوصف المخارج بتاعته. طبعا ده الجهاز الزد 240 داخليا بيبقى عندنا 4 سلوت رام زي كده، نقدر نحط على كل رامه 16 جيجا، يعني يقدر يشيل معانا لغايه 64 جيجا مفيش اي مشكله. بيكون عندنا 2 ساتا هنا هم، 2 ساتا نقدر نحط فيهم هاردات، وبيبقى عندنا 2 ساتا هنا في المنطقه اللي تحت دي جنب الحجر، 2 ساتا هنا و2 ساتا هنا هم. وعندنا مدخل الهاردات الام في مي اللي هو دوت اللي انا صباعي عليه، وبيتربط بالمسمار الاسود اللي هنا دوت. لو عايز تربط هارد ام في مي ادي المسمار بتاعه وادي المدخل بتاع الهارد. بيكون عندنا 2 بي سي اي اكسبريس الكارت الشاشه. بيكون عندنا الباور سبلاي 80 بلس بلاتينيوم، طبعا بيكون الباور ده مصنف وبيكون فعلي 400 واط زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. بس كده لا، بيكون معاه الستة بن بتاعه تشغيل كروت الشاشه. نشوف مع بعض الجهاز من قدام. الجهاز من قدام بيكون فيه 4 يو اس بي، منهم 2 يو اس بي 3 اللي هم الازرق دوت، ومنهم 2 يو اس بي 2 بتكون واحده منهم فاست تشارج اللي عليها علامه الكهرباء دي، وبيكون عليه مدخل السماعات. ونشوف مع بعض مخارج الجهاز من ورا. بيكون عندنا مدخل الايثرنت هنا اهو لو عايزين نوصل لان، وبيكون عندنا 2 يو اس بي 2 و2 ديسبلاي بورد وواحد دي في اي. الكارت الداخلي للجهاز ده بيكون 128 ميجا، وبيشغل بابجي على 30 فريم، وبيشغل بيس 21 من غير كارت شاشه خارجي. بيكون فيه 4 يو اس بي 3 ومدخل السماعات. وطبعا حاله الاجهزه عندنا بتكون زي ما حضرتك شايف كده، حضرتك الحاله بتبقى فابريكا، حضرتك اول واحد يستخدم الجهاز ده في مصر، وما شاء الله الاجهزه بتكون حاله محترمه جدا 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 زي ما حضرتك شايف. ولو وصلت لغايه هنا وعجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ونعيد المواصفات من تاني عشان الناس ما تتلخبطش معانا. وهو جهاز اسمه اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع رقمه 7500، عليه رام 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا، وفي مدخل هاردات ام في مي، وفي باور سبلاي 400 واط، في 6 بن يعني نقدر نشغل فيه الكروت الحديثه. وفقط وحصري لعملاء شركه اي اي والفتره محدوده، الجهاز ده ب 5300 جنيه حتى نفاذ الكميه. ونروح للعرض الثاني وهو الاختيار الامثل للناس اللي بتشتغل على برامج هندسيه زي الادوب بريمير وافتر افكت واوتوكاد. لو عايز تشتغل حتى على اوتوكاد 2026 وتنزله من على الموقع وتشتغل عليه، الجهاز ده هيشغله معاك بسلاسه جدا جدا جدا. عايز تشتغل على اي برامج هندسيه، عايز تفتح محاكي وتفتح كذا صفحه في نفس الوقت، مفيش اي مشكله، لان البروسيسور ده خارق ما شاء الله عليه يا جماعه. والجهاز ده احنا شغالين فيه بقالنا اكتر من سنه، بنبيع فيه كميات ما شاء الله حاجه محترمه جدا جدا وعمرها ما اثرت مع حد. وهو جهاز اتش بي زد 440 تاور ورك ستيشن. والجهاز ده بيكون عليه بروسيسور رقمه او اسمه اي 5 2680 في 4. البروسيسور ده بيكون التردد بتاعه 2.4 جيجا هرتز، والماكس تيربو بيكون 3 و3، وبيكون البروسيسور ده 14 كور و28 ثريد و35 ميجا كاش.
يعني اي حاجه معقده في البرامج الهندسيه او البرمجه هيشتغل معاك كويس جدا جدا جدا. بيكون عليه رام 16 جيجا دي دي ار 4 قطعه واحده، وفي عندنا بيبقى 7 اماكن فاضيه زي ما هنوصف الجهاز كمان شويه. وبيكون كمان في 6 ساتا نقدر نوصل عليه 6 هاردات في نفس الوقت. وبيكون عليه باور سبلاي فعلي 700 واط، بيكون فيه 2 6 بن. وكمان عشان نضيف عليه اللمسه السحريه قبل كارت الشاشه اللي حضرتك هتحطه، بنضيف عليه هارد 256 اس اس دي فائق السرعه عشان يخلي التجربه كويسه جدا مع حضرتك. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الجهاز داخليا ونوصف المخارج مع بعض. ونروح للزد 440 وحش الجرافيك. بيكون عندنا 4 سلوت رام نقدر نزود فيهم رامات كل قطعه 32 جيجا مفيش اي مشكله. 8 سلوت رام، 4 هنا و4 هنا. طبعا الفان والتبريد حاجه محترمه جدا جدا في الزد 440. بيكون عندنا الباور سبلاي فعلي 700 واط، 700 واط فعلي الباور سبلاي زي ما هو مكتوب عليه كده بالظبط. بيكون عندنا 6 ساتا، 2 هنا اهم و4 تحت اللي هم الرمادي دول، يعني نقدر نوصل عليه 6 هاردات مفيش اي مشكله. بيكون عندنا 2 بي سي اي اكسبريس نقدر نوصل عليهم كارتين شاشه مفيش اي مشكله، او واحد اساسي وواحد بديل لما الاساسي يبوظ مفيش اي مشكله، الاثنين هيشتغلوا. وبيكون الباور سبلاي فيه 2 6 بن، لو عايزين نركب كروت حديثه وعاليه الباور يستحمل معانا مفيش اي مشكله. وده الجهاز الزد 440. بيكون عندنا من قدام 4 يو اس بي 3 منهم واحده فاست تشارج، وبيكون في مدخل السماعات من قدام. وطبعا حضرتك حاله الاجهزه ما شاء الله حاله فابريكا زيرو زي ما حضرتك بتشوف عندنا الحالات دايما ان شاء الله. حاله الاجهزه كلها عندنا نفس الفكره، والجهاز كله من ورا اهو. بيكون عندنا 2 يو اس بي 2 و4 يو اس بي 3، وبيكون عندنا مدخل الايثرنت، وبيكون عندنا مدخل السماعات. وزي ما شفنا حاله الاجهزه ووصفنا المخارج بتاعته، نقول الامكانيات من تاني عشان الناس ما تتلخبطش. هو جهاز اسمه اتش بي زد 440 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور زيون اي 5 2680 في 4، عليه رام 16 جيجا دي دي ار 4 قبل للزياده، وعليه هارد اس اس دي 256 جيجا، وباور سبلاي فعلي 700 واط. وفقط وحصري لعملاء شركه اي اي الجهاز ده ب 7800 جنيه لمده 10 ايام او حتى نفاذ الكميه. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، ولو بعد سنه حتى لو ضمانك خلص واجهتك مشكله احنا بنساعدك في حلها. والناس اللي جربت ضماننا تكتب في الكومنتات التجربه بتاعتها بما يرضي الله. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، وهتدينا على الواتس الاسم والعنوان ورقمين تليفون. وفي الحاله دي احنا بنصور لحضرتك الجهاز فيديو زي ما اتفقنا بالامكانيات والمواصفات اللي اتفقنا عليها، وبنبعت لحضرتك الجهاز مع شركه الشحن، وحضرتك بتدفع الباقي عند الاستلام مع المندوب ان شاء الله. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون شارع ترعه الجبل امام مسجد الظواهري بجوار فتح الله جمله ماركت. وبمناسبه العروض اللي جايه، اتش بي زد 4 جي 4 تاور ورك ستيشن عليه 2 بروسيسور انتل زيون وانتل كور. ومش بس كده، ده الناس اللي بتسال على الزد 6 بعد ما الكميه خلصت وفرنا كميه بامر الله. ارجعوا اتفرجوا على الفيديو بتاع الزد 6 هتلاقوه على القناه، وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.